دكتور هيلث. لو في أغنية بتوصف معاناة الأطباء هتكون إيه؟ ليه بس كده بس كده بس يعني بس خلاص. ماشي. موهبة محدش يعرفها عنك. بحب البرفيوم والكاندلز، فعاملة سنتد كاندلز كده بتاعتي يعني خاصة بيا. كلنا أول مرة دكتور حصل معاك إيه؟ روحي يا حبيبتي اديها لحد كبير، اللي هو مش مصدقين إن أنا الدكتورة، مش مقتنعين، شكلي صغير فعايزين حد كبير شوية نكلمه. رحنا ادينا حد كبير نكلمه. لو هتلخص الطب في كلمة هتقول إيه؟ فزورة. احنا كل حالة بتبقى فزورة وراها أسرار بنقعد نحاول نكتشفها لغز، ونعرف العلاج بتاعه والتشخيص بتاعه وهنعمل فيه ايه ونعمل له خطة، ويا ترى البيشنت هيستجيب ولا لا. فهي طب فزورة. لو معاك عصاية سحرية هتعمل بيها ايه؟ اتمنى كل الناس تبقى راضية عن نفسها وعندها سلام نفسي، وبعد كده نشتغل على الحاجات اللي مش عاجبانا، بس لازم يكون عندنا الاول سلام نفسي وراضيين عن نفسنا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الباقي. ايه الحاجات اللي بتعملها يوميا او بتركز عليها عشان تبني اسمك كدكتور ناجح في مجالك؟ بكلم شات جي بي تي، قول لي هنعمل ايه النهارده. عندنا ايه جديد في الطب النهارده، عندنا ايه جديد في التجميل النهارده. طبعا ده مش صح يعني، لان شات جي بي تي بياخد معلومات منقوله من على الانترنت، ما نعرفش مدى صحتها وما نعرفش هي صح ولا غلط. فلا، بنرجع بقى للكتب الطبيه، بنرجع للمقالات بتاعه الدكاتره الموثوقه، بنرجع للمحاضرات والمؤتمرات عشان نعرف كل جديد في الطب والتجميل.